يا ابو العطارين، سمعت انك فتحت محل حواوشي بدل العطارة. يا ريتني ما فتحته، ده الحال نايم معايا خالص. ليه يا عم، انت بتداري العين ولا ايه؟ يا عم رغيف الحواوشي كان ب10 جنيه، دلوقتي بقى ب15 جنيه. 15 جنيه؟ ليه يا عم؟ خد عندك يا سيدي رغيف عيش على توابل وزيت كده 3 جنيه، وبعدين اخوي؟ وشوية بصل على توم على طماطم 4 جنيه، يبقى كده 7 جنيه يا سيدي. ها؟ وعندك كمان يا سيدي غاز ومية وكهربا 5 جنيه، يبقى كده كله كام؟ 12 جنيه. يتبقى لي 3 يا سيدي، اهو مكسبي. ايه يا عم، انت ناسي اللحمة ولا ايه؟ لحمة؟ هو الحواوشي بيتحط عليه لحمة؟ غريبة يعني. اه صحيح، كفاية توابل اللحمة. بابا ابا. تاخد الواد بوجلوس دي تعمله حواوشي بدل ما هو صح ياكل نايم ياكل كده. للدرجة دي يعني يا ابو بقلص؟ ربنا يخليهولك، كفاية وش الحلو ده تصطبح بيه كل يوم. ها؟ ما تخافش يا بوجلوس، بضحك معاك، ده وشك الحلو دي اللي مخلينا اكمل في الدنيا. بابا بطل خفة دمك اللي جابتلنا الكافية دي، انا عايزك في موضوع حياة او موت. تأذن انا بقى يا ابو بقلص واسيبك مع ابنك. خير يلا يا بوجلوس، جلاجتني في ايه؟ بابا انا عايزة اتجوز، في واحدة بحبها قوي يابا. حبيبي يا بوجلوس، اكيد عايز البيت ثانية الكارتة يا حبيبي، انا عارف. نيتي يابا، انا عارف ان انت طمعان في الجراطين السكني بتوعها والاربع حمير، عايز تكبر زريبتك. مش دي يابا اللي انا عايزها، ولا عمري هتجوزها. امال عايز تتجوز مين يا حيلتها؟ عايزة اتجوز يابا المذيعة شاهينستي اللي صورت معاك اليوم العالمي للحمير، حلوة قوي يابا، حلوة قوي. انت فاكر يا بوجلوس الحلوة دي هتوافق عليك يا ابني؟ ده طويلة وفرعة كده وانت مكور في بعض. يابا انا عايزة احسن النسل يابا، كفاية التكوير لحد كده بقى. وبعدين ما احنا عددنا اراضي وعددنا زريبة مليانة حمير وبهايم، اي عروسة تتمناني. عندك حاجة يا بوجلوس، ده كفاية بس الزريبة اللي اروحها. بينا بقى على شاهينستي، شوف لنا كده حمارين يوصلونا يا حبيبي يلا. جايلك يا شاهينستي، جايلك يا شاهينستي. اهلا وسهلا معلم ابو بقلص، خير ان شاء الله. شوف يا سيدي، احنا جايين في خير، احنا عايزين نخطب شاهينستا بنتك لبوجلوس ابني ربنا يحميه. ها؟ شاهنستة بنتي ملكة الجمال تتجوز بقلص ده انا مش عارفة هو قاعد ولا واقف ولا حكايته ايه بالظبط. ده اني بوجلوس ابني نص بنات الكفر هيموتوا ويتجوزوه، بس هو قال شاهينستي الحب يابا. ها؟ في الحقيقة يا معلم انا بحترم مشاعر ابنك، ولكن علاقة غير موفقة بالمرة. لا، انت كده بتحكم عليا بالموت. ها؟ سيبك من شكل اللي مكعور ده ومش تركز معاه، بس انا قلبي طيب وهعرف اسعدها، واللي هي عايزاها اعملهولها، صح يابا؟ بوجلوس ابني هو الولد الوحيد، كل طلباتكم اوامر اللي انتوا عايزين. شوف بقى، احنا قاعدين في التجمع الخامس وعايزين شاهنستة تبقى جنبنا. ومين يا ست اللي هيراعي الزريب؟ زريبة؟ زربت يا راجل انت. زريبة الحمير والمواشي، بوجلوس هو اللي بياخد باله منها. ها؟ يعني اول طلب نطلبه تقوم ترفضه؟ استني بس يا حماتي، انت بتتزرزري كده ليه؟ حماتك؟ لا، انا مش هقدر اقعد اكتر من كده. يا ست طولي بالك، اسمعينا الاول، احنا عندنا عزبة كتيرة وفيها خير كتير، وزريبة مليانة بهايم وحمير. عندكم عزبة؟ ده انتوا اغنياء قوي، ما قلتش ليه من الاول يا معلم بقلص؟ هو انت يا حماتي اديتينا فرصة نتكلم؟ حماتي طالعة منك حلوة قوي يا بقلص. بس يا معلم اهم شيء رأي شاهينستا. طبعا، امال ايه، هي فين العروسة الحلوة؟ شاهنستة تعالي يا ماما قبل الضيوف يا حبيبتي. مامي، المعلم بقلص اللي بيعذب الحمير بتوعه. يا بنت، حميرنا دول بنحميهم ونهنيهم، ده انت اللي فاهمة غلط بس. هنست عروستي الحلوة. بسك انت، ايه الكلام الفارغ ده؟ الحقني يا بابي.
ما يصحش كده يا ابو بقلص، خلي ابنك يقعد في مكانه. ما تتقل شويه يالا وما تبقاش خفيف، روح ارجع على كرسيك يلا. حاضر يابا، كله عشان عيون شهنستي. عمري يا مامي ما هوافق على الجوازة دي، دول بيعذبوا الحمير، أنا شفت ده بعينيا. معقول يا معلم بتعذبوا الحمير؟ احنا بننيم الحمير على سرايرنا وانما احنا في الزريبة، عايزين معاملة اكتر من كده، ايه حلوة. ألو، بتقول إيه؟ استحالة ده يحصل. ممكن تقول لي يا معلم أنت جيت إزاي لحد هنا؟ مالك يا ست متزرزرة كده ليه؟ البواب كلمني يا معلم وقال إنكم جايين بحمارين وكمان رابطينهم على بوابة العمارة. فيها ايه يعني؟ امال اطلعهم يقعدوا معاكوا؟ شفت يا مامي بيعذبوا الحمير إزاي؟ جايبينهم من العزبة لحد هنا. تعذيب ايه يا عروستني؟ بقول لك حمارين، كل واحد فينا على حمار، يعني راحة الراحة ليهم. استحالة أوافق على جوازة زي دي، طلبكم مرفوض. لا يا شهنستي، ده انت الحب الكبير الاول والاخير. أنا عارفة يا بقلص إنك طيب شوية، بس مش هينفع أرتبط بيك. لو بتعزني صحيح إنسان يا بقلص وارجع لحياتك تاني. عمرك ما هتلاقي حد يحبك جد يا شهنستي، بس هحاول انساك يا غالية. وداع يا بقلص. يلا يا دي يا بوجلوس، انا قلت لك من الاول بلاش نلحق الحمارين قبل ما يهربوا، وجوزك البيت ثانية الكارت هي اللي من توبنا يا ابني، وهتراعي الزريبة معاك. انتظروا بقى الفيديو الجديد عشان المرة دي انا بذات نفسي اللي هروح اخطب. يا بوجلوس يا واد يا بوجلوس. نعم يابا. انت فين يا ولا؟ بنادى عليك من بدري. كنت بوكل البهايم يابا. بتاكل البهايم ولا بتاكل اكل البهايم يا ولي؟ يا سلام يابا على خفة دمك، قول لي عايزني ليه؟ عايزك في خبر سعيد يا بوجلوس، انا عايز اتجوز. يا وجع روبة، انت عايز تتجوز على امي يابا؟ يا بوجلوس يا غبي، العروسة دي عينتها ارض وزريبة كبيرة. يابا كفاية الخير اللي عيندني ده، امي لو عرفت هيجي لها سكت، ده كفاية الجلطة اللي جبتها لها. يا ابني ما انا عايز اتجوز عشان تخدمني وتخدم امك، وكمان عايز اخويك يا حبيبي. يا سلام على الصعبانية، واحنا كنا اشتكينا لك. فيك انت يا بوجلوس وامشي معايا في الجوازي، وانا هكتب لك جراتين باسمك على طول. خلاص يابا، تكتب لي الجراتين قبل ما نروح. جرب عليا كده يا حبيبي وانت مكعول في بعضك، جرب. خير يابا. بتخون ابوك يا ولا؟ خلاص يابا حقك علي، شوف هتروح للعروسة امتى وهاجي معاك. يا ولي ما هو في خطة هنعملها قبل ما نروح عشان يوافقوا على الجوازة دي. يعني انا مطلوب مني ايه يابا اعمله؟ خلصني. شوف يا سيدي، كل ما يقول لي عندك كم فدان انا اقول له مثلا 5، انت تقول هو على التواضع ده عنده 100، وهكذا يا ولي تزود دي. اهلا وسهلا. اهلا بك يا ابو نسب. وايه حكايه ابو نسب دي؟ ما هو انا جاي لك في الكلام، انا عايز اطلب ايد بنتك. طلبها لمين؟ لبقلص؟ احنا خطبنا بقلص لسنية الكارت، انا عايز العروسه ليا انا. جوز بنتي وانت متجوز؟ انا مرتي مريضه وعندها جلطه، يعني ليا حق اتجوز، وهعيش بنتك ملكه، ده انا عندي خير كتير جو. صح يا بقلص؟ ايوه يا معلم، عددنا خير كتير، ده بنتك هتعيش ملكة ملكة. ميل عندك كام فدان يا ابو بقلص؟ عندي من الفدادين 5. 5 ايه يابا؟ ايه التواضع اللي انت فيه دي؟ ده عنده 50 وجه جبلي و50 بحري. شاطر يا بقلص، زود هكتب لك الجراتين كل ما تقول حاجة وتزود فيها يا ولي. ان شاء الله. وعندك كام بهيمة بقى؟ عندي 20 بهيمة بس. يا معلم احنا من كتر البهايم ما بنعدش، قول 200 300 زرايب. السلام، ده بنت هتعيش في عز وهاني. وبتصيف فين يا ابو بقلص؟ في الحقيقة ما بحبش ابعد، بروح راس البر. ازاي بس يابا؟ هو نسيت جزر المالديف؟ جزر المالديف مرة واحدة؟ ده انا هجوزك البيت دلوقتي. نسيت اقول لك كمان ان عندي بيتين. بيتين بس يابا؟ ونسيت السرايات والفلل؟ عادي يابا، ده هيبقى ابو نسب، قول له كل اللي عندي. ده انت نسب تشرف يا ابو بقلص.
ألف سلامة عليك، مالك؟ دول شوية برد كده بس. برد بس؟ ده عنده الروماتيزم والجلب والغدة والصداع المستمر. غبي اسكت، هتبوظ الجواز. انت مش قلت لي يابا كل ما اقول حاجة زود زود؟ اديني بزود اهو. كل الأمراض دي عندك وعايز تتجوز بنتي؟ يلا يا راجل من هنا، ما عنديش بنات للجواز. قالوا لي الجوازة باظت، الجوازة باظت. خد وسط الجوازة يا غبي، هشوف عروسة تانية برضه. فعلوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان تشوفوا حلقاية بغلظ وثانية الكارت. اهلا يا حبيبي، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عمي، انا جاي اخطب بنت حضرتك وطبعا انا غني عن التعريف. هو من ناحية غني عن التعريف؟ انت غني عن التعريف، سمعنا انك خاطب 7 مرات قبل كده. انا كده يا عمي ان انا عريس ما يترفضش، ولما تقدم لواحدة بتوافق على طول. يا سلام، وكل الخطوبات دي ما كانتش بتكمل ليه بقى؟ طبعا زي ما انت شايفة انا شاب جميل ووسيم، يعني لما اخطب اي بنت لازم تبقى عارفة قيمة اللي معاها كويس قوي، تقول حاضر ونعم وتحت امرك. كمل يا حبيبي كمل، وبعدين؟ يعني ازاي انا اكون برن على خطيبتي وتقول لي كنت نايمة ولا كنت مشغولة ما شفتش الرنة؟ ازاي انا ارن وما يتفتحش عليا من اول رنة؟ يا ابني انت بتتنك على ايه؟ دول هم اللي كانوا بيسيبوك. انهم حسوا ان انا حاجة كبيرة قوي فما قدروش يكملوا معايا. دول يا ابني ربنا نجدهم منك، ده انت عيل نرجسي يالا. قوم امشي من هنا يلا، روح لامك، بكرة تندم على رفضك ليا. أنا سمعت إن انتوا عندكوا عروسة حلوة كده، فأنا جاي أخطبها. اهلا وسهلا، انت شكلك ولد محترم، بس ليه بتاكل لبان يا حبيبي؟ أنا لما بشرب سجاير لازم آكل بعدها البان. هو انت بتدخن؟ أيوة بدخن لما بكون بشرب ويسكي بس. هو انت بتسكر؟ على خفيف كده لما بكون بلعب قمار يعني. وانت من امتى بتلعب قمار؟ من بعد ما خرجت من السجن على طول. وانت يا عريس الغفلة دخلت السجن ليه؟ عشان ضربت واحد، رحت اتقدم لبنته ورفض. هنا نجري يا ولي، اهربي. اهلا يا عمي، يسعدني ان اخطب بنت حضرتك. اهلا بك يا ابني، بس المفروض يعني جاي تخطب واحدة تكون جايب معاك مامتك ابوك. انا قلت نتفق الاول وبعد كده اجيب اهلي ان شاء الله. انت يا ابني بقى عندك شقة؟ شقة ايه يا طنط؟ انا عندي فيلا. فيلا؟ يا حلاوة، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيدك يا ابني. على كده بقى بتشتغل ايه؟ انا يا عمي عندي شركة كبيرة للمقاولات. حلاوة، ده عريس لقطة وهيعوضنا عن العرسان السكة اللي جم قبل كده. الشغل ماشي معاك كويس يا حبيبي؟ طبعا يا عمو، ده انا بدخل بالملايين كل شهر. يا ما شاء الله، منور يا حبيبي منور. نورك يا طنط، والله ده نورك، ده غير بقى العربيات والشركات التانية، انا عندي خير كتير جدا جدا يا طنط. بقول بقى نقرا الفاتحة ولا ايه؟ بس انا يا عمو عندي عيب صغير كده لازم اقول لكم عليه. عيب ايه يا حبيبي؟ ده انت كلك مميزات. لا يا طنط، انا عندي عيب لازم اقول عليه. عيب ايه يا ابني؟ قلقتنا. انا عيبي الوحيد يا عمي اني بكذب. يا ولية البندقية بسرعة.